السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة الفراخ القمر اللي انتوا شايفينها دي بطريقة حلوة وسهلة جدا، ما فيهاش اي تعقيدات وبسيطة خالص خالص بتكاتها وتفاصيلها، وان شاء الله نعملها مظبوطة جدا ولا هتفك منك ولا هتتعبك، وهتبقى طعمها في منتهى اللذاذة. بصوا، اول حاجه انا معايا حوالي 550 جرام من اللحمه. ده كان صدر على بعضه، انا قطعته كده قطع صغيره وفرمته في الكبه. همشي معاك واحده واحده. اول حاجه انا معايا بصلايه متوسطه وقرن فلفل احمر، ضربتهم في الكبه زي ما انتم شايفين، وبعدين صفيته كويس جدا، ومش هستغنى عن الميه بتاعته عشان هستخدمها وانا بصبع الكفته بتاعتي. وبعدين هفرم الفراخ بتاعتي. طبعا انتوا عارفين لحم الفراخ بيبقى طري، مش هيتعبك خالص ولا هياخد منك ولا وقت ولا مجهود. وانتي بتضربي كده بمجرد ما تعمل كوره كده على جنب، تعرفي ان هي اتفرمت كويس خلاص، يبقى انتي كده وصلتي لايه، لل... للمستوى المفروض يعني يبقى موجود عليه اللحمه. هكمل الكمية بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وانا معايا بقى تاني ربطة من البقدونس الصغيرة خالص، ربطة صغيرة، او لو الربطة بتاعتك كبيرة ممكن تاخدي نصها، نص حزمة او باقة يعني من البقدونس. ماشي. ومعايا حوالي 3 فصوص توم من التوم، ههرسهم برضو. وهمشي معاكم واحدة واحدة عشان ما نتوهش من بعض. المقادير مظبوطة جدا جدا، وكان طعمها اكتر من رائع، مش عايزة اقول لكم والله العظيم. وانا عملتها كمان على البوتاجاز من فوق، عشان لو حد مثلا الفرن بتاعه مش يعني مش فاضي. اوقات كتير احنا بنحتاج نعمل كفتة الفراخ دي ساعات في عزايم، وبيبقى ساعات الفرن بتاعنا مش بيبقى فاضي، فبتتعمل من فوق بتبقى حلوة جدا جدا جدا، وفي منتهى الطعامة، يعني بتبقى ريحة البيت فظيعة. انا اول حاجه حطيت زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت البصل وحطيت الفراخ المفرومه وحطيت البقدونس المفروم، وبعدين نزلت بثلاث معالق كبار من البقسماط المطحون، ونزلت بفصين من التوم المهروسين. وبعدين التوابل بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، التوابل بتاعتي ملح، وحطيت شطه مجروشه، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت فلفل اسود وبهارات خضار، وسنة كمون وكزبرة جافة. تمام كده، تمام. كل التوابل يعني اللي انت بتحطيها على الكفتة بتاعتك حطيها، كل يعني كل طعم تحبي يبان في الكفتة حطيه. تمام. هفضل اعجن فيها بقى لغايه ما تكون لي، بصوا، عجينه حلوه كده زي ما انتم شايفين متماسكه. طبعا خطوه ان انت تصفي البصل والفلفل دي مهمه جدا، عشان الفراخ اصلا بتبقى ساعات بتجيب ميه كده شويه، بتبقى طريه، فعشان تقدري تتحكمي في ان هي تبقى عجينه في ايدك وما ما تفكش منك، لازم تصفي الحاجات دي كويس جدا. ماشي. انا هاخد بقى الميه اللي انا اخدتها من البصل ومن الفلفل، هحط عليها توابل. التوابل عباره عن ملح، وحطيت شويه من فلفل الاسود، وحطيت معلقه من معجون طماطم وشويه زيت صغيرين. تمام كده، تمام كده. هقلبهم بقى كويس جدا، وهستخدمهم وانا بصبع الكفته بتاعتي. همسك بقى انا طبعا اي حاجه تصبعي عليها. انا عندي الستيك دوت بتاع الشيش تاوك، بس هو رفيع، هاخد منه 3 وهبدا اصبع عليه، ابل ايدي كده زي ما انتوا شايفين، وابدا اقسمها كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بالحجم وبالشكل اللي يعجبك. انا بختار يعني الحجم اللي هو الوسط، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، بتبقى حلوة جدا وحجمها حلو جدا ومناسب. مناسب بقى تحطيها مثلا على رز اللي هو المبهر او كبسة. بيبقى حلوة جدا لو انت هتعمليها سندوتشات كده في عيش بلدي مع سلطة وطحينة بقى وحاجات كده، او تاكليها مع مكرونة. ده انا بحب الحجم الوسط ده، بينفع في كل حاجة يعني، بيبقى كمان شكله حلو ومناسب. في ناس بتعمله اصغر من كده، بيبقى عامل شبه الممبار الصغير خالص خالص ده، لكن انا بصراحة بفضل الحجم الوسط دوت. الطريقة دي جميلة ومعتمداها، انا دايما بعملها وبصراحة تحفة، وبحس ان هي بصراحة اكلة اقتصادية. يعني بصي من نص كيلو فراخ بانيه
ولا بقى بتحتاجي زيت، ولا بتقعدي تبيضوا بقسماط والكلام الكلام ده كله اللي بقى مكلف اوفر يعني. يعني مش كفاية مثلا اسعار اللحمة او الفراخ بقت زيادة، لا كمان في بيض بقى وفي زيت وحاجات من دي. فاحنا بنحاول نقتصد وفي نفس الوقت نعمل الحاجة حلوة وطعمها حلو وتتاكل ونبقى مبسوطين واحنا بناكلها، وتبقى صحية في نفس الوقت والله. زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنحمرها في ايه؟ هنحمرها او هنقليها، بس هنقليها في معلقة سمنة واحدة بس. الكمية دي كلها على معلقة سمنة واحدة بس، مش هزود اكتر من كده، وهتشوفوا بنفسكم. زي ما انتوا شايفين هصبع بقى الكمية دي كلها كده، وكل ما احس ان ايدي بدأت تنشف شوية يعني هبلها بسيط كده من الصوص اللي احنا عملناه ده. ريحتها يا جماعة بتبقى جميلة جدا، ومن الحاجات اللي ممكن تعمليها وتفرزيها برضو عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يعيدوا علينا وعليكم كده بالخير واليمن والبركات يا رب، ويجعلوا شهر خير كده علينا كلنا، ويعيدوا علينا مرات ومرات واحنا مبسوطين ومع بعض دايما يا رب. اللهم امين. في امان وفي صحة وفي عافية يا رب. اللهم امين. كلنا في كل مكان يا رب يا رب. اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده بصبع الكمية. بصوا يعني من نص كيلو. بصوا عملتي طبق يعني محترم كده، لو اسرتك كبيرة يعني تكفيكوا وزيادة. وتعملي بقى زي ما انت عايزة بنفس الطريقة كده، وبعدين تدخليها الفريزر لو انت عايزة تفرزيها، واول ما تجمديها طلعيها بقى وقسميها في الكيس بتاعتك، وبعد كده شيليها. بس بتبقى طبقة واحدة، ولو حطيتي طبقتين على بعض يبقى في بينهم فاصل او كيس بلاستيك كده، عشان وانت جايه بتطلعيها وتستخدميها تاني ما تضايقكيش وانتي بتحاولي تفصلي يعني. دي من الاكلات الحلوه الاقتصاديه وفي نفس الوقت حلوه وشيك وطعمها حلو جدا، وتنفع في العزايم، تنفع في رمضان، وبتنفع في كل يعني بتنفع في كل الوجبات يعني. بتتاكل مثلا في عشاء مع سندوتشات، وبتتاكل مثلا في الغدا مع رز بقى او مكرونه، او ممكن تاكليها سندوتشات كده زي ما قلنا، او بتاكليها مع شعريه اللي هي المفلفله اللي كنا عاملينها مع بعض قبل كده. يعني بتنفع في اي حاجه ممكن تعمليها، بتليق قوي قوي يعني. وبتتاكل مع سلطة حلوة جدا جدا، سلطة مخصوص معاها برضو بتبقى معمولة بالسماق، هنعملها دلوقتي برضو مع بعض. بتبقى حلوة بقى يعني. بصوا بتتاكل مع عيش بلدي وسلطة وطحينة بقى، يا ربي على الجمال، تحفة. حاجة كده وهم. جربيها والله العظيم 3. بصي مش هتستغني عنها. بصي الكمية دي كلها من نص كيلو. بقيت الصوص بتاعي اللي انا استخدمته وانا بصبعها هدهن كده الوش، واحطها تتشمع كده شويه في التلاجة حوالي نص ساعه. انا عملت كده. احنا اكلناها النهارده مع مكرونه بصوص احمر عادي. قلت بقى على بال ما مسلق المكرونه ومش عارفه ايه واظبط الحاجات، يبقى ايه تكون هي اتشمعت كده شويه. انا سلقت المكرونه كده زي ما انتوا شايفين، هسلقها يعني. وهبدا بقى في تحمير الكفته بتاعتي. ما خدتش اي وقت. اول حاجه هبدا ايه، اسخن المقلايه اللي انا هعمل فيها دي، اسخنها كويس جدا، وبعدين اخلي النار تبقى وسط يعني، وسط مايله للهادي شويه يعني. هبدا بقى ارص الكفته بتاعتي، ولا بتكش بقى ولا يعني زي كفته اللحمه كده ولا اي حاجه، ولا بتكش ولا بتفك منك ولا اي حاجه، وزي الفل زي ما هتشوفي كده، في منتهى الجمال والطعم، ولا اخدت منك اي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. عادي ممكن تعمليها كده على النار من فوق، وممكن تحطيها تحطيها على الاسياخ بتاعه الشيش تاوك، وتصبعيها وتحطيها في صينيه. بس تهتمي بقى ان انت تفضلي تقلبي كده، تقلبيها، وتدهني كمان الوش بتاعها بالصوص اللي احنا ايه اللي طلعناه من البصل والفلفل الاخضر الاحمر. لو وصلتي بقى لغايه هنا يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعه، عشان اللايك بيرفع الفيديو، و... والفيديو بيقترح، لان بصراحه انا شايفه ان الاعدادات بتاعت القناه بصراحه بحس ان هي ايه
مش مظبوطه قوي يعني. انا بحس ان هي ايه، موضوع اللايك ده بيفرق جدا، لان لما كل ما بنعمل لايك كل ما ما الفيديو بيترفع وبيبقى مستواه احسن يعني. فرجاء كده يعني ما ننساش موضوع اللايك بالله عليكم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت الكميه بتاعتي. بصوا لونها تحفه، بصوا لونها جميل ازاي. والفراخ كده كده بتستوي بسرعه جدا، احنا عارفين ان الفراخ بتستوي كويس جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى السلطه بتاعتي اللي قلت لكم عليها، عباره عن بصلايه بقطعها جوليان كده زي ما انتوا شايفين، او يعني سلايس كده اللي هي كده جوانح يعني. وتحاولي تفككيها كده من بعض زي ما انتي شايفه كده. وبعدين الطماطم، تاخدي اللحم بتاع الطماطم وتسيبي البذر خالص بالميه بتاعته. احنا عايزين السلطه تكون ايه، هو كده من غير يعني من غير اللب بتاع الطماطم. والبقدونس تقطعيه رفيع خالص، في ناس مش بتحب البقدونس فبتحط طماطم وبتحط بصل بس، وفي ناس بتحط بصل بس وسماق وملح وزيت زيتون وليمون وخلاص على كده. بس احنا بقى ايه، بما انها كفتة بقى وكده، فاحنا عايزين طعم البقدونس بيبقى حلو جدا جدا مع الكفتة، سواء كفتة اللحمة او كفتة الفراخ. تقطعيها بقى رفيع خالص 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 خالص، وتبدأي بقى ايه، تتبليها. هتتبليها بايه؟ هنتبلها ب آه انا ما حطيتش زيت زيتون بصراحه يعني، كنت ممكن احط زيت زيتون بس انا ايه، ما رضيتش احط زيت زيتون. اكتفيت بالخل، واكتفيت بالليمون، واكتفيت بالسماق والملح وشويه فلفل صغيرين خالص، وسنه كمون. سماق بقى كتريه منه شويه، بيدي مزازه مع الطعم الحمضي بتاع الليمون. مش عايزه اقول لكم بتبقى تحفه قد ايه، مع طعم اللحمه كمان او الفراخ، بصراحه بتبقى حاجه كده رهيبه يعني. جربيها والله العظيم، بصي مش هتبطلي تعمليها. مش عايزين ننسى الذكر والاستغفار والدعاء والصلاه على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير. باي باي.